دول مشتركين في ان يبقى عندنا القوة الجنسية او القدرة الجنسية تكون سليمة. يعني ايه قدرة؟ مرحبا بكم في احلى بقاع الارض، مش هقول اهدى بقاع الارض، في احلى بقاع الارض. هفرجكم على اللي حواليا بس بعد ما اخلص الفيديو ده، استكمالا لسلسله الحاجات اللي ليها علاج بشكل اكيد. النهارده هنتكلم عن الضعف الجنسي. الضعف الجنسي له علاج؟ اكيد والله ان شاء الله طبعا كله باذن ربنا، بس له علاج. ايوه طبعا له علاج وعلاج اكيد. لا نبتدي نتكلم ايه هي انواع الضعف الجنسي. انواع الضعف الجنسي: نمره 1 القصور الشرياني، نمره 2 التسريب الوريدي، نمره 3 الاثنين، نمره 4 الحاجات اللي ليها علاقه بالاعصاب، علشان هي لازم يكون في توافق عضلي عصبي دموي. فالثلاث حاجات دول مشتركين في ان يبقى عندنا القوه الجنسيه او القدره الجنسيه تكون سليمه. يعني ايه قدره جنسيه؟ يعني القدره على الحصول على انتصاب مناسب ويستمر هذا الانتصاب بالقدر اللي يمتع واللي يكفي هذا الرجل، هذا الشخص. تمام؟ فبتقول الانتصاب لوحده مش كفايه، استمراره لوحده مش كفايه. طيب سرعه القذف ليها علاقه؟ ايوه، سرعه القذف تعتبر اول عرض من اعراض ضعف الانتصاب اللي الناس مش عارفين. طيب ايه انواع علاجات ضعف الانتصاب؟ علاجات ضعف الانتصاب اول حاجه في علاجها نعرف السبب ايه. لما نقضي على السبب ضعف الانتصاب بيروح. طيب لو في سرعه قذف مع ضعف الانتصاب بتروح هي كمان؟ ايوه بتروح، وانا عارفه انا بقول ايه. طب حتى لو كان السبب تسريب وريدي، ده بيقولوا الناس كلها بتقول تسريب وريدي ملوش علاج. لا، التسريب الوريدي له علاج، بيتعالج وبيخف وبيبقى ريفيرس. يعني بدل ما يبقى الارقام عاليه بشكل عادي لفوق الايجابي، لا بالعكس، ده بينزل التسريب وبعدين بيبتدي ينعكس، فبيبتدي يضيف لقوه الانتصاب. وانا عارفه انا بقول ايه. فاللي عنده ضعف انتصاب ارجوكم ما يسكتش، يسعى بسرعه للعلاج وان شاء الله هيخف. طيب الاعمار اللي بتخف ايه؟ كل الاعمار، حتى لو راجل سنه كبير. ايوه مفيش استثناءات، في طبعا استثناءات بسيطه جدا، اللي هي لو حاجه كانت بقى حصل لها امور، لو في تليف شديد، لان التليف البسيط فرق، او لو حاجه ليها علاقه بالاعصاب، لو الاعصاب الطرفيه خلاص دمرت او ما بقتش تشتغل. طيب هل في علاجات بديله حتى للحاجات دي؟ ايوه في علاجات بديله، بس نسعى للعلاج من غير يأس وبصبر لحاجه ان شاء الله. انا فين؟ انا في راس البر، في احلى بقعه في العالم. انا بسميها دايما كده، ورايا الحاجز ده ما بين بحر الفنار القديم والفنار الجديد والبحر. شفتوا بقى ان فعلا احلى حته في العالم.